مرحبا بكم في قناة هل تعلم الرياضية؟ في ظل تراجع أداء مدافعي ريال مدريد وكثرة الإصابات التي تطال غالبية الدفاع المدريدي، النادي الملكي يتحرك نحو ثورة دفاعية. يراقب ريال مدريد سوق المدافعين تحسبا لإعادة هيكلة خطه الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تصاعد المشكلات الدفاعية واقتراب حسم ملفات بعض اللاعبين، وعلى رأسهم النمساوي دافيد ألابا بحسب تقرير صحفي. فقد أبرزت شبكة ESPN اليوم الخميس تفاقم أزمة دفاع الفريق الملكي بعد إصابة إيدير ميليتاو مجددا، وغيابه المتوقع لفترة تتراوح بين 2 و4 أشهر، وهو ما يدفع ريال مدريد إلى التحرك مبكرا في السوق. وفي هذا السياق، لا تضع إدارة الميرينج في حساباتها تجديد عقد ألابا الذي ينتهي في يونيو حزيران 2026 حين يبلغ 34 عاما، إذ تتجه النية داخل النادي إلى رحيله الصيف المقبل في إطار سياسة تجديد الدماء وتقليص الاعتماد على اللاعبين اللذان عانوا من إصابات متكررة. ويعد ملف نجم بايرن ميونخ السابق هو الأكثر وضوحا داخل مكاتب فدي باس، باعتباره أول الأسماء المرشحة لمغادرة قلعة الريال بسبب عامل السن والإصابات المتتالية.